بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق الكرة المستديرة، اليوم نستمع لأهداف مباراة الزمالك وفيوتشر. افتتح ناصر ماهر أهداف مباراة الزمالك وفيوتشر في الدقيقة الرابعة من اللقاء، وذلك بعد تصويب أخطأها الحارس محمد صبحي، قبل أن يضيف أحمد عاطف الهدف الثاني في الدقيقة ال25 بعد مراوغة الدفاع الأبيض. وتمكن أحمد سيد زيزو من تقليص الفارق للفارس الأبيض بعد إحرازه هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من تصويبة قوية، فيما خطف ناصر منسي التعادل للفارس الأبيض بعد إحرازه هدفا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. وفي الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني تمكن أحمد سيد زيزو من التقدم للفارس الأبيض للمرة الأولى في المباراة، بعدما أحرز هدفا مميزا من ركلة حرة مباشرة. وتعرض نادي الزمالك لأزمة قبل انطلاق المباراة بعد رفض مسؤولو ملعب السلام فتح غرف الملابس سوى غرفة واحدة، قبل أن يتدخل عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر ويحل الأمر، ويسعى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل العودة إلى المركز الثالث لتحقيق أفضل مركز ممكن بعد أنه للقب الذي حافظ عليه في نسختين متتاليتين. على الجانب الآخر يسعى فريق فيوتشر إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة التفوق على الزمالك في النقاط والتواجد في المركز الثالث، بعد ضمان الفريقين المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقي خلال الموسم المقبل. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، فيما يأتي الزمالك خلفه في المركز الرابع في الترتيب برصيد 56 نقطة.